يا مساء الخير، يا مساء الجمال عليكم. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض القرص الفلاحي او قرص الملاك او قرص العذراء. بنعملها بطريقه بسيطه جدا وسهله، وهتطلع معاكم بالنتيجه اللي انتوا شايفينها دي. بجد طلعت معايا خطيره، مش كلام، زي ما انتوا شايفين بعينيكم. حاجه كده في منتهى الجمال واسفنجيه رهيبه، وطريقتها سهله خالص وبسيطه باضافات بسيطه من البيت. هنعمل اجمل قرص فلاحي او القرص الملاك او قرص العذراء. هنعملها بطريقه ازاي بقى؟ هنشوف الفيديو. قبل ما نبدا، عايزاكم تعملوا لايك للفيديو الجميل ده، اهم حاجه اللايك يا حبايبي عشان يوصل لاكبر عدد، واشتراك في القناه لسه مشتركش، كلمه اشتراك الكلمه الحمراء يضغط عليها. معايا حوالي 2 كيلو من الدقيق، ومعايا الشيف كيك او البيكنج باودر، معايا باكو كامل على ال 2 كيلو. خلي بالكم يعني من كل حاجه انا هقولها، وتابعوا معايا لاخر الفيديو عشان كلها خطوات مهمه جدا. ومعلقه ملح ومعلقه خل احطها على الكربونات او الشيف كيك. هتتفاعل معايا وتشوفوها ان هي فارت كده معاكم. دي اجمل محسن عجين، ده اجمل محسن خبز ان انا بعملها كده دي. ومعلقتين من السمسم. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا حطينا 2 كيلو دقيق، عليهم معلقه الملح، عليهم الكربونات او الشيف كيك، ونزلت عليهم بمعلقه الخل. وبعد كده هعمل ايه الخطوه اللي بعدها؟ هنزل بالميه الدافيه. انا هعجن بميه دافيه، وهنزل عليها بكوبايه السكر. معايا كوبايه سكر وكوبايه سمنه على زيت نباتي نضيف، زيت كريستال او نوع نضيف عندكم، مش ضروري زيت التموين. وهنزل بكوبايه الميه الدافيه، هنزل عليها بمعلقه ممسوحين من الخميره الفوري زي ما انتم شايفين في الفيديو. انا بجرب الفيديو عشان خاطر يكون وقت قصير وما تزهقوش وتملوا، بس كلها خطوات مهمه، وتابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل اللي في القرص، عشان تطلع معاكم بنفس النتيجه وبنفس الشكل اللي انتم شايفينه. انا معايا عجنت دلوقتي بالخميره، هي الخميره اتفعلت، عملت لها تيست كده او اختبار، ولقيتها اختمرت معايا كده او علات القرص معايا. وهنزل بكوبايه الميه على كوبايه السكر اللي انا عملتها، وهدوب السكر كويس عشان السكر ما كانش داب كويس، فانا هدوبه بشويه ميه دافيين كده. وهنزل على العجين. يبقى انا عملت ايه في العجين؟ نزلت بالخميره، ونزلت بالبودر، ونزلت بمعلقه الخل، ونزلت بمعلقتين سمسم. وهكمل دلوقتي العجين بباقي الكوبايه. معايا سمنه على زيت، وهقسم نصها في العجين وانا بعجن كده، وبرده نصها اكمل بيه طول ما انا بعجن. انزل كده بميه، وفي الاخر السمنه دي لما احب اطري العجينه في ايدي او الم العجينه في ايدي. مقدار الميه بقى على الدقيق، مفيش مقدار ميه يا جماعه على الدقيق، من دقيق لدقيق يختلف. اللي يقولك الدقيق ليه معيار في الميه، مفيش الموضوع ده، مفيش كده، مش هيظبط معاكي. وانا ما اقدرش اقولك على مقدار اللي انا عملت بيه، لان هيفرق معاكي في الدقيق. انا عملت بدقيق اي نوع دقيق عادي،